بيطبخ على التريلا وبيأكل السواقين الشقيانين، وبيقعد في الطريق بالأيام وبيسافر على الحدود بالساعات، وعلشان كده بياخد العدة معاه ويطبخ. حكاية أبو وعد سواق الغلابة والشقيانين، يا ترى إيه قصته وإزاي اتشهر وليه بيطبخ على التريلا وإزاي اتعلم الطبخ وإيه هو حلم حياته وإزاي عمل المحشي وهو ماشي على الطريق وليه مسمي نفسه بابا المجال؟ كواليس كتير هنعرفها في الفيديو ده. بيسلي نفسه وهو ماشي على الطريق وبيسافر بالأيام والساعات لأماكن مصدر رزقه، وما بيبخلش على حد ولا على أصحابه، وبيعمل لهم ولايم تكفي سواقين الطريق. كلامنا هنا عن السواق أبو وعد اللي قلب السوشيال ميديا كلها بأكلاته واختراعاته اللي ملهاش حدود، واللي بيحب دايما يسلي نفسه بيها وهو على الطريق. أبو وعد حكاية شاب شقيان وبيسيب أهله وأصحابه ويسافر على الطريق بالساعات والأيام من غير يوم زهق ولا ملل، بالعكس كل يوم بيزيد عنده الإصرار والعزيمة إنه يكون مختلف. عمل لنفسه بيج بتاعته على التيك توك سماها أبو وعد، وقدرت في كام شهر توصل لأكتر من 50,000 متابع والداعمين من كل حته في مصر والوطن العربي. نفسه يكون مشهور وتيك توك هي، وبيحمل على التريلات كل حاجه انت عايزها، مواد بنا زي طوب واسمنت وحديد، وفي كمان خضار اقفاص كرنب وطماطم وفاكهه، وكمان بيحمل رمل وبيعشق شغله. ومفيش كام شهر وعمل بيج على فيسبوك سماها ابو وعد بابا المجال، وده نسبه لمسلسل مصطفى شعبان وانه اشطر واحد في مجاله، وده من كتر عشقه ليه. وعلشان وهو في الطريق وغالبيته بيبقى صحراء وطريق طويل ما فيهوش اي استراحات، فبياخد معاه خضار ولحوم وصواني وحلل، وبيقف يعمل اكلات بنفسه وياكل الطريق كله، وبيعمل اطعام لاصحابه والسواقين اللي على الطريق، لدرجه انه عمل محشي بياخد ساعات في بيوتنا ما خدش منه ساعه معاه، وعمله برز وتسبيكه ولحمه ولف الكرنب وسلقها كمان، ومفيش عنده مستحيل، ودف نفسه واكلها هو واصحابه وكملوا بعدها طريقه. وده غير وهو رايح الحدود مع ليبيا فعمل اكله تعبر عنهم في نص الطريق، وقف وعمل المبكبكه المكرونه واللحمه والخضار، وما اخدتش منه وقت خالص، واكل ودلع نفسه واتحرك. وطبعا عشان سواق النقل بيقعد بالساعات والايام على الطريق، فكمان بيعمل فطار زي انه وقف وطلع العده بتاعته والبوتاجاز اللي بالكهرباء اللي بيوصله باختراع انه عمله وموصله بموتور التريلا علشان يشتغل، وعمل بيض وفول وفطار ولا اجدعها شيف. واول ما تشوف الفيديو بتاعه تقول ان شيف مش مجرد سواق وبيعمل اكل عشان جعان من كتر شطارته وسرعته، وكمان لزوم المزاج عشان يبقى رايق وفايق وهو بيسوق، بيوصل اختراعه بالتريلا وبيعمل احلى قهوه ليه ولاصحابه. ابو وعد من كتر حبه في مجاله علشان حابب يوري للناس قد ايه هو سواق النقل التقيل بيتعب وبيشقى في حياته، وطول ما هم على الطريق الموضوع مش سهل وصعب جدا، وممكن يفضلوا بالايام مش نايمين لو السفريه معاهم مطوله ورايحين شغل على الحدود. وعلشان كده عمل بيج سماها السواقين الشقيانين، وبيظهر فيها وهو بيطبخ وهو ماشي على الطريق، وبيوري للناس كمان الحموله اللي بتبقى معاه وفي رقبته وقد ايه هو امين عليها لحد ما توصل. ومش بس كده، بيظهر كمان الازمات اللي بتحصل معاهم على الطريق، زي لو البضاعه بتاعتهم وقعت في الطريق وقد ايه بتبقى خساره كبيره، وساعتها السواق بيبقى في موقف صعب ومش سهل يخرج